السلام عليكم. الكل يعلم أن أشرف حكيمي لاعب المنتخب المغربي وباريس سان جيرمان الفرنسي صنع الحدث في نهائية كأس العالم 2022 بقطر، سواء بأدائه المبهر والمتميز في جميع المباريات رغم الإصابة، أو بصور عناق والدته التي أدخلته قلوب الملايين عبر أنحاء العالم. وتحول نجم منتخب أسود الأطلس من محبوب الجماهير المغربية إلى مشتبه به باغتصاب فتاة فرنسية، حيث أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق في الادعاءات بحقه. وبعدما نفت فاني كولين محامية حكيمي جميع الاتهامات الموجهة إلى موكلها واعتبرتها باطلة ولا وجود لها، خرجت والدة اللاعب المغربي عن صمتها لتؤكد براءة ابنها من التهم المنسوبة إليه من قبل الشرطة الفرنسية. وفي تصريح حصري للعربي الجديد الخميس، كشفت سعيدة موح والدة حكيمي أن المحامية المكلفة بالدفاع عن ابنها طلبت من العائلة عدم الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام المحلية أو الأجنبية حفاظا على سرية التحقيقات. وتابعت: قلبي يخبرني أن ابني بريء وهو يتمتع بحسن التربية، كما أن العالم بأسره يشهد له بأخلاقه العالية والمتزنة ولا يستحق ما حصل له. وعما إذا كانت تحدثت مع ابنها بعد اتهامه، أجابت سعيدة موح: نعم، حدثته في الموضوع وأقسم لي أنه بريء، متسائلة: كيف يعقل أن يتهم أشرف في ليلة وجود زوجته في منزلهما بفرنسا، حيث هناك الكثير من الحراس وكاميرات مراقبة في كل الاتجاهات؟ في أول تعليق لمحامية أشرف حكيمي منذ توجيه الاتهام بالاغتصاب إليه، أكدت محاميته أن موكلها نفى بشدة التهم الموجهة إليه وما هي إلا محاولة ابتزاز، كما شددت على أن حكيمي لن يتحدث إلا في المحكمة. كما أنها فجرت مفاجأة من العيار الثقيل، إذ أكدت أن الضحية المزعومة رفضت الخضوع إلى أي فحص طبي أو نفسي، كما رفضت مواجهة اللاعب، علما أن القضية أو الاتهام اليوم لا يستند إلا إلى ادعاءات، بحسب ما نقلت صحيفة ليكيب الفرنسية اليوم الجمعة. إلى ذلك، أوضحت أن توجيه الاتهام من قبل المدعي العام الفرنسي اليوم يعد إجراء طبيعي وروتيني يتبع عادة جلسات الاستجواب في مثل تلك القضايا الجنائية. وأضافت أن هذا الإجراء يفتح الأبواب أمام حكيمي للدفاع عن نفسه. في المقابل، اعتبرت محامية الصبية راشيل فلورباردو أن تصريحات وكيلة حكيمي لا تعني شيئا على الإطلاق، مشيرة إلى أنها لا تنوي نشر تفاصيل هذا الملف على الإعلام، وأشارت إلى أن الشابة لم تشعر بعد بأنها مستعدة لمواجهة اللاعب. أتى ذلك بعد أن وجه مكتب المدعي العام في نونطيغ الضاحية الغربية للعاصمة باريس تهمة الاغتصاب إلى حكيمي إثر استجوابه أمس من قبل المدعين العامين، على ضوء الاتهامات التي وجهتها امرأة تبلغ من العمر 24 عاما، زاعمة تعرضها للاغتصاب في منزل اللاعب يوم السبت 25 فبراير الماضي.